أمل إسماعيل، ناطقة مكتب سارة لحلب. نحن اليوم باسم المنظمة لمكتب حلب قائمين على ندوة حوارية. طبعا هاي الندوة نحن قبل هاي الندوة ما نقوم فيها قمنا باستبيان يعني حول استطلاع عن الرأي حول انه ظاهرة الزواج القاصر ونتائجه على المجتمع. لهذا السبب نحن اليوم من النتائج اللي صارت او انه تم اتخاذها او استخلاصها من هذا الاستبيان، فانه كمكتب حلب ارتئينا انه يكون في ندوه حواريه لحتى يكون في عنا ردود على ارض الواقع كمان، مثل ما كان هذا الاستبيان الالكتروني وكانت في نسبه كثيره من الردود، وطبعا الردود كانت كثير غنيه وقيمه. لهذا السبب حبينا يكون في كمان شيء على ارض الواقع ويلامس اوجاع المجتمع من هاي الظاهره القاسيه يلي تمثل اقصى انواع العنف بحق المرأة من الصغر. يعني اليوم نحن هاي الظاهرة، أمام هاي الظاهرة عم ننهي حياة شابة أو عم ننهي حياة طفلة ما اكتملت أحلامها. فطبعا هو عملنا إلقاء الزواج الخاص، لهذا السبب نحن قائمين اليوم على هاي اللجنة تحت شعار الزواج القاصر أحد أقصى أنواع العنف، وبعنوان الزواج المبكر وأثره على حياة المجتمع. حبينا نجتمع معكم اليوم لحتى نتناقش سوا، ناخذ ردود من بعض، ناخذ آرائكم كمان ونضيف على محورنا لحتى نبني ورشة العمل هي تكون ناجحة إن شاء الله بفضل آرائكم. وقبل ما نبدأ ندعوكم غير ناجح. 83% الزواج المبكر له دور في بقاء الأمهات أميات. 61% لم تأخذ القوانين مكانتها للحد من هذه الظاهرة. 52% كسرت النسل ومفهوم السترة. هذول الردود اللي تم انه جمعهم من خلال الاستبيان، وهذول اللي انتم شاركتوا فيها، فهي كانت الرسالة من اكثر شيء انه هو الزواج اللي بيكسر بين الشعوب النامية. فكل ما كان الشعب انه متقدم ومتطور كل ما كانت انه يعني في حضارة اكثر. من خلال القصص الواقعية المؤثرة أكثر من الجدل والنقد، ومن خلال ورشات عمل وجلسات حوارية تشارك فيها فتيات خضن التجربة، وتقديم خطاب إيجابي يركز على أهمية النمو الشخصي والتعليم لا على انتقاد من تزوجنا باكرا، من خلال التعاون بين المدارس والأسرة لزرع ثقافة الاختيار الواعي بدل الزواج المبكر. وفي النهاية أود أن أقول أننا لا نريد للفتاة أن تسابق الزمن بل أن تنضج معه، فالزواج ليس هدفا للحياة بل مرحلة من مراحلها، وحين تكون البداية واعية تكون المرحلة أجمل وأهدى. التوصيات والمقترحات حسب منظمة سارة والتخفيف انه هي حدد هي المشكلة، واذا انه الانسان بده يفكر انه يتزوج يعني ياخذ هي الشغلات بعين الاعتبار. 1. الاستعداد النفسي للزواج، تحمل مسؤولياته، الاستعداد المادي من حيث تكاليفه ومطالبه، والوعي الأسري هو شرط أساسي. التعاون بين المدارس والأسرة لتوجيه الإرشادات السليمة. الزواج في السن المناسب هو العقد الثالث من العنف، أي ما بين 20 إلى 30 سنة، حيث يكون الزوجان قد أكملا تعليمهما واستقرار في العمل. الاختيار الموفق للزواج ما يتضمنه التأني، النضج الانفعالي وأساسه الحب المتبادل والتودد بين الزوجين، وقوامه قلب متعاطف، وعقل متفاهم وجسم متجاذب، إشباع الحاجات الفسيولوجية والنفسية والاجتماعية للزوجين، حسن العشرة بين الزوجين، والاحترام والتقدير والتسامح، والتفاهم المتبادل بينهما، والثقة، وإسقاط الأقنعة والتضحية المتبادلة مع نوع من الإثارة بين الطرفين. النضج الاجتماعي يتضمن فهم الذات وتقبله والاستقلال الذاتي ونجاح في القيام بالدور الزوجي.